أنا مش عارف تخصص إيه في الطب ده اللي ممكن يجيب 2 مليون جنيه في أقل من سنة. سيبك بحكاية من دم الغلابة دي، إن هيجيبهم في أقل من سنة 2 مليون جنيه. ده تخصص إيه في الطب اللي بيجيب الكلام ده، وبيجيبهم بعد قد إيه؟ يعني لو افترضنا إن في مثلا جراح عظام كبير أو جراح مخ وأعصاب كبير، وإنه ممكن فعلا ربنا يفتح عليه ويعمل له مثلا عمليتين في الأسبوع، مثلا كل عملية مثلا بكذا، فيجمع له مثلا في السنة مثلا 2 مليون جنيه. أولا ده كام واحد اللي بيوصل للأرقام دي من إجمالي الأطباء في مصر؟ وتاني حاجة بعد كام سنة؟ هل تعلم يا صديقي اللي حطيت هذا البوست السخيف جدا الذي يعني هو في، يعني تحس كده إن في يعني محاولات حثيثة في مصر لعمل صراعات طبقية وصراعات يعني اجتماعية. اللي معاه فلوس، اللي معهوش فلوس قوي بيحقد على اللي معاه فلوس، واللي معاه فلوس بيتنمر على اللي ما معهوش، واللي مجموعه عالي بيتمنظر على اللي مجموعه أقل. وكله يعني كل فئة في المجتمع باصة للأعلى منها في كل حاجة، وبتسخر من الأقل منها في نفس الحاجة. ما أعرفش إيه الفكرة في تجمع هذا الصراعات الطبقية في وقت واحد. هل تعلم يا صديقي إنه الطبيب علشان ما بيدخل كلية الطب لغاية ما بيفتح عيادة، سيبك من يكسب كام في العيادة أصلا، بتبقى حوالي 20 سنة. ده لو هو أصلا طبيب ناجح، يعني ده الشاطر اللي فيهم. يعني أديك مثال عن نفسي، أنا دخلت كلية الطب سنة 1997، فتحت العيادة في 2015 بعد 18 سنة. تمام. هتقول لي ان انت فتحت عياده مثلا قبلها مثلا بشكل مثلا مش رسمي قوي، ممكن يعني ماشي مش مشكله، بس دي ما كانتش يعني، كانت اقرب ما يكون يعني لحاجه كده، يعني لعب عيال، يعني ما كانش فيها ايه، ما كانتش تعتبر عياده قوي. لكن اول عياده فتحتها بشكل رسمي كانت بعد 18 سنه من دخولي الكليه، وده يعتبر انجاز. فما بالك بقى باللي بيدخل بقى بالسماعات وبالغش وبخلافه، او اللي بيدبلر سنه في اتنين. ده اصلا ممكن يتخرج من كليه الطب اصلا بعد 12 سنه 13 سنه. فهيفتح عياده امتى وهيوصل للارقام دي امتى؟ اتقوا الله، وكفاكم تقسيما وتطبيقا من الطبقيه يعني للمجتمع.